السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. اليوم رجعت لكم بوصفة جديدة. رح نعمل مع بعض عرايس الكفتة بالخبز. هلا انا حاستعمل هون خبز لبناني، انتم فيكم تستعملوا اي خبز عربي بتحبوه او خبز البيتا مثل ما بتحبوا او العيش، اي نوع عيش بتحبوه، بس اكيد يكون رفيع، يعني ما يكون انه الخبز مثلا هذا اللي بيكون مرفوخ وكتير سميك، لا ما حيمشي معكم. اذا هلا انا حورجيكم شو عندي مثل ما شايفين لحمة مفرومة. هلا انا اللحمة بحاول اني احطها نص غنم نص بقر، فمشان هيك شايفين عندي نصين. النص الاحمر هو اللي بيكون بقر، والنص اللي فيه كتير ابيض هو اللي بيكون فيه غنم لانه فيه دهنة. وعندي كمان هون خليط انا حاطه بقدونس، خليني اورجيكم اياه. هلا انا هون حضرت بالمولينكس، بدي بلش اطحنهم. عندي بقدونس، عندي بصل، وعندي شقفة حر مثل ما شايفين، بدي اطحنهم على الناعم. واحنا حنعملهم بالخبز العربي، يعني حاحتاج خبز لبناني، هذا اللي بيكون رفيع. ماشي، مثل ما واضح عندكم مبين انه انا طحنت للبقدونس والبصل على الناعم جدا جدا، يعني كيف لما نعمل اكل الاولاد هيك بتصير ناعمة، انا هيك بدي اياها، او مثل مثلا الملوخية الناعمة كل ما نعمتوها. هلا انا قبل كنت اجربها لما يكون البقدونس خشنة شوي، جربوها ناعمة وشوفوا قديش طيبة عن جد، لأنه هيك بتتغلغل البقدونسة جوا وبتعطي هيك طعمتها كتير طيبة. جربوها شي مرة ناعمة وشوفوا الفرق، حتحبوها. طيب هلأ يلي بدي أعمله بدنا نبهرهم. أول شي بدي أحط كمية صغيرة من البابريكا. عندي بابريكا حلوة بدي أحط منها شوي. بدي أحط عليها بهار أسود. بدي أحط عليها شوية جوزة الطيب، راح أحط بهار حلو. بدي انزل عليهم ملح. طيب انا هلا هيدا الخليط بدي ادعكن كتير منيح، يعني بدنا الخلطة تفوت ببعضها ونتبل اللحمة كتير منيح، هيدي نقطة كتير مهمة. اوكي، خلينا نبلش ندعكن. يلا حمودي ساعدني، عندي ابني هيدا الصغير بحب دايما يصور معي. يلا دعاك يا محمد اللحمة دعاك. صراحة انا من النوع يلي مني كتير مسرسب، فانا بحب انه كل واحد على طبيعته، هيك احنا ربينا انه احنا بنعمل اللحمة على ايدنا، وبغسل اكيد ايدي قبل ما اعملها وبغسلها بعد ما اعملها. ف هيك بحس انه هايجين، يعني ما بعدني هلا مغسله ايدي وبعدها على طول حغسل ايدي. فعشان في ناس بالتعليقات بيقولوا انه البسي كفوف، انا بحب هيك. عرفتوا كيف؟ طيب انا هيك حضلني ادعكها للحمة. هلا انا هيك خلطتها للكفتة منيح، شايفين كيف حاولت انه فوت البقدونس والبصل بكل مكان والبهارات. هلا يلي بدنا نعمله بدنا نجيب الخبز اللبناني نفتحه ونبلش نحشيه بالكفتة. عندي هيك رغيف خبز، اكيد بيكون هو بعده مسكر، يعني هاي الميلة وهاي الميلة بعدهم مطبوقين على بعض. هلا يلي بدي اعمله بدي افتحها هيك، نحاول انه ما تنخزق معنا، فنكون شوي شوي هيك داير من دار نفتح. ايوه بهيدا الشكل. هلا الكفتة هيك حمدها على طول الرغيف، نحاول انه كل قرنة تقريبا تغطيها كمية من الكفتة. شايفين هاي الاكلة قديه سهلة، بس واحد بده يعمل كفتة. حتى في ناس بيكون عندهم كفتة جاهز، يعني انت بس بهريها وحط خبز وخلصت مع السلامة. شايفين شو سهلة؟ طيب اذا هيك حمد الكفتة، نحاول انه ما نسمكها عشان تستوي اللحمة. اوكي، فما تسمكوها كتير. طيب انا هيك هلأ من بعد ما فردت الكفتة على الرغيف، هيدا شي اختياري، في ناس بحبوا يحطوا شوية زبدة، انا من هالنوع بحط نتفة صغيرة زبدة، لانه الزبدة بتعطي طعمة طيبة وبتخلي اللحمة ما تطلع ناشفة. اذا هيك لحسة صغيرة زبدة، هلأ برجيكم. طيب على الرغيف مثل ما ذكرت هيك عم حط شوي زبدة، شوفوا يعني انجأ كمية صغيرة من الزبدة هيك. ومثل ما انا ذكرت انه هو شيء يعني اختياري، فيكم تستغنوا عنه. هلا شو بعمل؟ بس بطبق هيدي الطبقة التانية فوقها هيك بهيدا الشكل. شايفين شو سهلة؟ يعني صار عندي هون الكفتة مع الزبدة بالطبقة الاولى، وهون الطبقة التانية بهيدا الشكل. بضغط عليها
وهلأ بعدين بدنا نحطها بالمقلاي، او في ناس بتشويها شوي، بس انا هلأ ما حقعد يعني دور فحم واشوي، ففيكن حتى تشووها على الشواية، او بدنا احنا هلأ نعملها على النار. هلأ انا هيك خلصت كل الكمية اللي عندي. شو بعمل؟ انا بعمل كميات كبيرة، مثلا هقول عندي 2 كيلو كفتة، فشو بعمل؟ بجيب ربطتين خبز بعملهم، وبعدين فينا نفرزهم يا جماعة. كتير سهلة هالقصة. هلأ حورجيكم كيف انا هيك عملت كمية كبيرة. في قسم بدي فرزه وقسم حاطبخه هلأ. القسم يلي حفرزه حجيب ربطة الخبز يلي انا كان فيها الخبز، حبلش فوت فيها كمية يلي انا بدي فرزها بسهولة جدا يعني. اذا هيك انا هلا حرجعهم على الكيس هن محشيين. تنقول حنحط 2 3 قد ما بدنا، وبعدين بسكر عليهم، وبس بدي اكل طلعهم قبل تقريبا شي 10 دقايق وبحطهم بالصينية. هيدي كتير طريقة عملية للناس يلي بتشتغل، الناس يلي ما عندها وقت، او اذا حدا بحب هيك شي على السريع. حارجع سكرهم وحط بقلبها نفس تعيت ربطة الخبز، ودغري رأسا على الفريزر. يعني اللحمة بعدها عنا فريش والخبز عنا فريش. هيك لما بطلعون شايفين كيف طريقة كتير سهلة. بطلعها من الفريزر وحدة وحدة، وبعدين بطبقها نفس طبخ يلي بدي هلا اعملها معكم. اذا بكل سهولة بس هيك هحطه، ما حنحط زيت، ما حنحط اي شي، بس هو الرغيف لانه انا حطيت فيه شوية زبدة بقد هيك. طيب هلا بدي اقلبها على الوجه التاني. شايفين لونها شو حلو؟ هيك تطلع محمصة ومقمرة ومن جوا جوسي، يا سلام. وهيدا قرن الحر يلي حطيناه بيعمل عمايل. شوفوا اللحمة كيف بلشت تستوي عندي. هلا انا حاطتها يعني على متوسط، مش كتير عالية لما تحترق الخبزة بس. اوكي هيك. هلا بدي ارجع كمان اقلبها على الميلة الثانية. يا سلام، شايفين الحلاوة دي؟ شوفوا من جوا كيف اللحمة هيك عم تستوي كمان. هلا انا حدون عم بقلي صحن بطاطا بيطلع كمان طيب، فطريقة انه انتو بالتقديم. هيك خلصت قلي البطاطا، صارت عندي الكفتة جاهزة. بدي اشيلها وحطها بطبق. شايفين من جوا كيف؟ يا سلام، رائعة رائعة رائعة. شوفوا كيف من جوا، شوفوا هالجمال. اللحمة مستوية تماما، وسمعين الخبزة بعدها فيها قرشة كمان من الجوانب. هلأ بدي قصها كمان بالنص اذا بنحب، يعني هيك 4 قطع الوحدة. شايفين من جوا؟ شايفين كيف هيك طالعة محمصة مقرمشة من جوا؟ اللحمة مستوية تماما، طعمة الحر طالعة الطعمة بتعقد.